السلام عليكم. يلا يا حلوين نعمل احلى ماربل كيك. طريقه سهله جدا وشكله تحفه وقوامه يعني يجنن. من اول ما هتجربيه هيطلع معاكي بقى بالقوام الخطير ده والشكل التحفه ده وطعمه حلو جدا. مش هتصدقي النتيجه. هنعمل شويه كده منه في قالب وشويه كده في كباط وبجد يجنن. يلا بينا على طول نسمي الله ونبدأ بالطريقة. ما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو، ولو مش مشتركة في قناتي هستناكي تشتركي في القناة عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. هنحط في طبق كده 3 بيضات ويكونوا بحرارة المطبخ مطلعوهم من التلاجة من قبلها بشوية، ونزلت عليهم برشة كده من الفانيليا وهضربهم كويس كده، وهنزل عليهم بكوباية كبيرة من السكر تدريجي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما السكر يختفي خالص. هنزل عليهم كمان بكوباية من الزيت اول ما الخليط يفتح معانا كده ويبقى باللون ده. بس بقى كده هنجهز كل المكونات الجافه بتاعتنا. انا هحضر 2.5 كوباية من الدقيق. المكونات دي هتكفي صينيه كده بحجم وسط. 2.5 كوباية من الدقيق هنزل عليهم كده بمعلقه كبيره من البيكنج باودر وكمان رشه صغيره من الملح. هنقلبهم وبعدين هنخلي بقى الدقيق ده يختفي خالص. اول ما الدقيق يختفي هننزل عليه كوبايه كده بقى من اللبن المغلي، وبعدين هنقلبه كويس. هضرب بس كده 10 ثواني، مش هنبالغ في الخفق، لحد ما الخليط كله يندمج مع بعضه. الخليط بتاعنا ده بيبقى سايل عشان اللبن السخن هيخلي الخليط معاكي سايل كده، ما تقلقيش ده يطلع قوامه يجنن. عايزين نعمل بقى القالب بتاعنا يكون ماربل بقى كده. هنحط عليه كده معلقتين كبار كده من الكاكاو، هنزل عليهم بمعلقه كده من اللبن او معلقتين لحد ما يبقى خليط معجون معايا كده عشان يبقى القوام كله مظبوط. وكملت بقيه الكوبايه بخليط الكيك. قالب بقى انا كنت دهناه زبده كويس جدا عشان القالب دوت كان متجرح مني وانا كنت خايفه بصراحه الكيك بتاعي يلزق. هبتدي احط بقى شويه من كل نوع كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. طريقه سهله جدا باي شكل عشوائي هتقدري تطلعي احلى شكل يعني. وبس كده طبعا مولعه الفرن يسخن على درجه حراره 180. هنا بقى كان بقى عندي شويه فهعملهم في الكبات كده وهرصهم في صينيه. انا ادخلهم الفرن تقعد معاكي يعني من 30 ل 35 دقيقه، واختبريها ما تفتحيش الفرن قبل نص ساعه. شايفين لونها حلو ازاي؟ اول ما بردت قلبتها وسيبيها تبرد خالص، ما تقطعهاش زي ما انا بعمل وهي سخنه كده. مش قادره اقول لكم بقى قوامها عامل ازاي وطعم الكاكاو ده. لما بتختاري كاكاو جودته عاليه بيطلع طعم الشوكولات فيها حلو قوي. بجد كانت طعمها خطير، عجبت كل اللي جربوها. انا واثقه ان هي تعجبكم جدا من اول مره هتجربوها. والكبات كمان اللي بالفانيليا طلعت خطيره، بتبقى حلوه بقى في اللانش بوكس والاولاد رايحين المدرسه. في اي حاجه بحطها في علبه بتفضل معايا طريه بالقوام ده تقريبا 3 ايام ويمكن اكتر. هي ما بتستناش، بس لو هتعملي منها كميه كبيره هتقعد معاكي طريه فتره طويله. لو مش هنعملها في القالب ده هنعملها في صينيه بحجم وسط هتطلع معاكي مظبوطه. انا عشان عملتها في القالب الصغير استخدمت شويه كمان من الكبات. بجد خطيره، جربوها، انا واثقه ان هي تعجبكم جدا. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي شكرا انك بتشوفي الفيديو للاخر. شايفين بقى لون اللي بالفانيليا؟ مش قادره اقول لكم بقى طراوتها عامله ازاي. بألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجرب. يا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش بقى لايك للفيديو عشان بيخلي الفيديو يتشاف، وجربوها واستنى رايكم في التعليقات.